نارين بيوتي ورامي سامو والفانزات بعنوان دراما شهر العسل. أهلين أكدت المؤثرة وصانعة المحتوى والمشهورة نارين بيوتي إنه هذا الشهر يلي طلعت فيه هي ورامي ماله شهر العسل، الشهر يلي هلكوا فيه نفسنا ونفس المتابعين والفانزات وصفحات الأخبار والمحللين والنشطاء والحقوقيين والبشر والشجر والحجر على مشاوير وتصيف على البحر وجولات بالقارب وغيرها من الفعاليات. يا حبيبي معاك. المشهورة وضحت إنه هاي الأشياء يلي شفتوها كلها هاي فعاليات ما قبل شهر العسل يلي رح يكون بالشهر الثامن. شهر العسل لساته بالشهر الثامن. الشيء اللي عم نعمله حاليا هو ما قبل شهر العسل. بعض المتابعين المهضومين الحبابين علقوا على فيديو أشهر العسل تبع نارين كالآتي: إذا ما قبل شهر العسل هيك، كيف رح يكون شهر العسل؟ لك ما في أحلى من إنه الوحدة تتزوج حدا أكبر منها بكتير لأنه رح يدلعها. لك حماس البدايات. ومن المتوقع والوارد جدا وكتير انه شهر العسل يكون بفيلا على كوكب المريخ، لانه اذا ما قبل شهر العسل باليونان، شهر العسل لسه لازم يكون احلى. اما بالنسبة للقاء الاختين بيوتي بالصدفة، شوفوا لي هالفيديو. الفانزات مغرومين وعاجبهم جو البنات، والتعليقات كيوت كيوت، ما عم صدق انه كبروا وتزوجوا وعملوا شهر عسل. انا بس زعلانة على سيدرا. جمالهم وجمال حبهم لبعض حتى بشهر العسل. أما بالنسبة لجديد البيوتي، فنارين نشرت مؤخرا فيديو مع رامي على يخت فاخر شوي، وكتبت عليه أجواء المسلسلات التركية، وما في داعي نستعرض التعليقات لأنه كلها سلبية. منروح للبارت الأخير. أنف نارين بيوتي نزف خلال الرحلة وهي عم تصور سناب. هونيك المنطقة كتير حلوة وفيها محلات كتير حلوة. شو رأيكم بالجو؟ الشيء اللي خلى المتابعين يتذكروا مرضها يلي حكيت عنه من فترة. يعني ما في لهم دواء، بس في له علاج تخفف الوجع أو النوبات. والتعليقات بتحسسك إنه فايت على مركز طبي أو مشفى أو شيء من هذا القبيل. لك روحي فحصي ضغطك. لا ما تروحي، عادي كتير ناس بينزل دم من أنفها. لك هاد شريان بالأنف بينزف بالصيف بسبب الحرارة، إذا كانت حامل شيء طبيعي ينزل دم من أنفها. وهيك بيكون خلص تحليلنا السريع المريع الفظيع لشهر عسل ما قبل شهر العسل تبع نارين بيوتي. شهر العسل لساته بالشهر الثامن. الشيء اللي عم نعمله حاليا هو ما قبل شهر العسل. وانتو برأيكم شهر العسل كم شهر بيكون؟